شيخنا تحكي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه غيبة الإمام، وكان الإمام يعبد بها حسب أقوال أهل البيت، ويذكرها عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان. يقول البيت الذي متصل بيت الإمام الهادي بهذا السداب خلف السيدة نرجس خاتون سلام الله عليها، وهذه مضمومة الآن قد بينت معالمها وصدق الحديث، ويقولون هذه قبل 50 سنة أو 60 سنة البعثية أو بعدهم. خلينا ليش سدت الضواحي؟ سدوا هذه المعالم أهل البيت عليهم السلام، وهذه معالمها. وأكو رواية سنة 1800 وحوالي 68 سنة أقل أكثر فعلوا بنو أمية كذلك عن هذه المعالم، وهذا درج داخل، وهذه غرفة في داخل غرفة لا أحد يعلم بها ولا يراها إلا الوقت الحاضر إخواننا السادة الشيوخ والأفاضل والعمال، وهذا أمامكم. فما الله يجزيكم بالخير. احنا هذا ان شاء الله قدر الامكان ان تصل هذه المعلومه الى المرجعيه، وسوف تتخذ القرار. فتحوها هاي معالم اهل البيت، ما يصير وهذا ان شاء الله جزاكم الله خير جزاء على هذا الانجاز العظيم. واقعا انتم مسددين ومبارك. سيدنا العزيز، وهذا توفيق لكم انتم، باعتبار انتم تعملون هنا من زمن طويل. اول عام قبل سنتين فرت طلعت الكاشي، هذا الكاشي عمره حوالي 96 سنه. نعم. من 100 الى 96 طلعت عندنا كاشي هيك رائحه حطت الامام كل الناس اشتمت. الله صراحه تتوسخ تاخذوها كلها. انا حصلت شوي من عندما ما اكون صادق يعني. فانت كل السنه هذا كله توفيق، انت تعمل بجد اخي. الان هذا يعتبر انجاز. الان ان شاء الله نصل من خلاله الى تطبيق بعض الاحاديث اللي مذكوره انه هذا السرداب فعلا متصل بغرفه الامام صلوات الله وسلامه. وانا مصور قديما مني في الصفحه في حجره الامام متصل هذا السرداب. متصل ان شاء الله. بس هذا الدرج هيك. نعم. وما ندري معنا. الله ان شاء الله.